ابتدى يبيدوا عليها من 4 شهور ونص بالظبط. انتوا بتقولوا سفاح اسكندريه وسفاح ومبهدل الدنيا، ده مش هو ده نصر يا جماعه؟ انا بعت العربيه والبيت واتجوزت اوكرانيه وهعيش في شرم الشيخ بقى، اخدها واطلع على شرم الشيخ وعيش. حضرتك في الاخر خالي اتصل بينا قال لنا خلاص ما تدوروش عليا. انا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سفاح المعمورة، القصة كاملة. يوم عادي تشرق الشمس في عروس البحر الأحمر، وتحديداً في شارع مدرسة مي زيادة في منطقة المعمورة، البلد في الإسكندرية. يبدأ السكان أعمالهم اليومية المعتادة حتى تتكشف تفاصيل سلسلة من الجرائم المروعة. بطلها محامي كان يستاجر شقة في الطابق الأرضي مدعياً استخدامها كمكتب لموكليه، لكنه حولها إلى سلخانة بشرية. أحتاج المساعدة. ما الخط؟ بدأت القصة بتمثال ذهبي، فذلك الحلم المغلف بالطمع سر جملة دارت في ذهن سيدة كانت بصحبة الجاني، كشفت سلسلة جرائم قتل ارتكبها المحامي الذي عرف فيما بعد بسفاح المعمورة في الإسكندرية. فماذا حدث داخل شقة المحامي نصر الدين؟ وهل تم العثور على جثة أم أكثر؟ وماذا عن بلاغات الاختفاء والخطف التي وصلت لنحو 14 بلاغاً للجهات المختصة؟ قتلت زوجتي. تمثال ذهب كشف الحقيقة. سفاح المعمورة كما هو معروف لدى الجميع شاب من مواليد محافظة كفر الشيخ، حاصل على ليسانس في الحقوق عام 1994، لديه اهتمام بمجال حقوق الإنسان، عمل في عدد من المحافظات، وكان آخر محافظة هي الإسكندرية، والتي أسس بها 3 مكاتب في مناطق مختلفة، غير أنه حول شقتين من الشقق التي استأجرها إلى مقبرة لدفن ضحاياه. هكذا جاء في التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية والقضائية. فماذا عن البداية؟ عيد الحب بداية كشف جرائم سفاح المعمورة. كانت عقارب الساعة تشير إلى 9 مساءً. كان المحامي نصر الدين يحتفل بعيد الحب مع إحدى صديقاته داخل شقته التي تقع في العقار رقم 286 في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة، البلد شرق محافظة الإسكندرية. الاحتفال الذي جمع نصر الدين أو سفاح المعمورة كما هو معروف لدى الجميع كان في شقة بالطابق الأرضي، فذلك العقار المكون من 5 طوابق. الشقة لم تكن مملوكة للسفاح، كانت مستاجرة منذ فترة زمنية، وكانت خاصة للمقابلات الشخصية له. وأثناء الاحتفال شاهدت صديقته رمال وأثار حفر داخل إحدى الغرف، فالشقة المكونة من 3 غرف وصالة وحمام. واستغلت انشغال نصر الدين سفاح المعمورة بالحديث في التليفون، وتوجهت إلى الغرفة وقامت بفتحها. وبينما كانت تشاهد آثار الرمال والحفر، حضر نصر الدين فجأة وطلب منها الخروج ومغادرة الغرفة وعدم دخولها مرة أخرى. وعقب ذلك دار الشك في ذهنها، واستقرت على أنه يقوم بالتنقيب عن الآثار، وأن هناك تمثال أثري من الذهب داخل تلك الحفرة. وفي غفلة أجرت اتصالاً هاتفياً بأشخاص من أقاربها، وحضروا إلى الشقة ودخلوا الشقة بالقوة، وبدأوا في الحفر في تلك الغرفة على أمل العثور على الكنز، غير أنهم عثروا على جثمان لسيدة مدفون منذ فترة زمنية. هنا عرض عليهم نصر الدين مبلغ مالي مقابل عدم الإبلاغ، إلا أنهم رفضوا العرض وطلبوا مبلغاً أكبر، وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين نصر الدين، وتعالت أصواتهم
مما دفع الجيران لإبلاغ الشرطة. وبسبب سلوك نصر الدين المعروف بالانحرافات السلوكية، حضرت الشرطة التي تكونت من قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المنتزه بقيادة ضابط برتبة رائد وأمين شرطة و3 أفراد، وبتفتيش الشقة عثروا على الجثة. على الفور فرضت الشرطة كردون حول العقار، بينما كانت القوات في حالة الانتشار حول العقار مسرح الجريمة. أجرى الضابط اتصالاً هاتفياً باللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية، أبلغه بالتفاصيل. بمجرد ما أن أغلق الضابط التليفون، أجرى مدير الأمن اتصالاً بالمستشار خالد جلال المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، وشرح له ملابسات البلاغ، وأخبره الأخير أنه سوف يوجه رئيس نيابة المنتزه على رأس فريق من النيابة إلى مكان البلاغ. فماذا وجدت جهات التحقيق؟ ومن تكون هذه السيدة المقتولة؟ مع دقات 12 منتصف الليل، كان محقق النيابة وصل إلى مسرح الجريمة، ومعه سكرتير النيابة وفريق من الطب الشرعي، وبدأ في إثبات وجود عدد 8 أشخاص داخل الشقة مسرح الجريمة، وبدأ في مناقشتهم عن أسباب حضورهم وعن مالك الشقة. وبينما كان يناقش المشتبه فيهم، كان ضابط المامورية قد استعان ب7 أشخاص عمال لاستكمال الحفر ومعرفة عما إذا كان هناك جثة أخرى من عدمه. وبمجرد انتهاء المحقق من مناقشة المشتبه فيهم، ظهرت جثة أخرى لسيدة مدفونة مع الجثة الأولى. وتحفظ المحقق على نصر الدين المحامي مستأجر الشقة، والمعروف لدى الجميع بسفاح المعمورة، وتوجه إلى الضابط وسأله عن تفاصيل البلاغ وأخبره الأخير. ورد إلينا اتصالاً في قسم شرطة المنتزه بوقوع مشاجرة داخل شقة محامي، وأن هذا الشخص سيء السمعة والسلوك وله سهرات خاصة. على الفور توجهت إلى مكان البلاغ، شقة في الطابق الأرضي بالعقار. وبمجرد دخولي أنا والقوات شفت حوالي 8 أشخاص تحفظت عليهم. ولما فتشت الشقة لقيت جثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها. بلغت القيادات واستعانت بعمال وكملت حفر، لقيت جثة تانية. الشقة بيقيم فيها المحامي نصر الدين، وهي مستأجرة وليست ملك. كما سبق للمحامي السفاح ضرب عدد من موكليه. الاعتراف الرهيب: الجثة الأولى لمراتي والثانية لموكلتي. من المخيف أن تفكر أن هذا الرجل طليق. بهدوء تام توجه المحقق لنصر الدين المحامي وسأله جثث مين دي ومين دفنهم وإيه دوافع الجرائم. وقف نصر الدين بنفس الثبات والهدوء المعتاد أثناء دفاعه عن موكلي في ساحات المحاكم، وكشف المفاجأة. تحدث السفاح عن هوية الضحايا، وبكل هدوء رد على المحقق: الجثة الأولى لزوجتي، تزوجتها عرفي مش رسمي، والجثة الثانية لموكلة كانت عندي وحصل بينا حاجات كتير. استكمل المحقق قائلاً: قتلتهم إزاي؟ بنفس الهدوء يشرح نصر الدين سفاح المعمورة تفاصيل الواقعة قائلاً: هحكي لحضرتك اللي حصل. هنبدأ بالزوجة، دي كانت موكلة عندي، اتعرفت عليها من حوالي 2 في الجيزة، وبعدين أقنعتها وجيت معايا الإسكندرية واتجوزنا عرفي، وحصل بينا خلافات ضربتها على دماغها، ماتت. لفيت جسمها في أكياس بلاستيك وجبت أدوات الحفر وحفرت الحفرة ودفنتها ورمل وأسمنت علشان محدش من الجيران يشم حاجة أو الموضوع يتكشف. فات حوالي 2 شهر. الحديث للمتهم سفاح المعمورة أثناء مثوله أمام محقق النيابة يشرح له ملابسات الجرائم، وتعرفت على الضحية الثانية وحصل بينا حاجات، وبعدين طلبت منها فلوس مرضتش، خلصت عليها بنفس الطريقة ولفيت جثتها في بطانية ودفنتها جنب الأولى. بس ده كل اللي حصل. مناظرة بقايا الجثامين. نخشى أن تقع جريمة أخرى قبل أن نجده. قتلت زوجتي. وبينما كان المحقق يواصل مناقشة المتهم، كان فريق الطب الشرعي قد أجرى مناظرة لبقايا الجثامين،
وتم إحضار سيارة إسعاف لنقلهما لأخذ عينة وبيان أسباب الوفاة. غير أنه ورد اتصالاً هاتفياً للضابط من قسم الشرطة من المامور كشف عن مفاجأة أخرى من العيار الثقيل. قال المامور: هات المتهم وتعال على منطقة العصافرة في جثة ظهرت داخل شقة مملوكة للمتهم ومدفونة بنفس طريقة دفن السيدتين. أغلق الضابط هاتفه وتوجه للمحقق وشرح له تفاصيل البلاغ. فماذا وجدوا الجهات المختصة داخل شقة العصافرة؟ جثة لشخص وبجواره الفيزا كارت. إذن قد تكون التالي. تحركت القوات وبصحبتها المتهم سفاح المعمورة إلى مكان البلاغ، شقة تقع في عقار سكني يقع بالشارع رقم 7 المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بالطابق الأرضي. بمجرد فتح باب الشقة تفاجأ الجميع بانبعاث رائحة كريهة، وعلى الفور بدأت عملية الحفر واستخرجت جثة لشخص مجهول، وبجوار الجثمان فيزا كارت مكتوب عليه بيانات ذلك الشخص، أنه مبلغ باختفائه منذ قرابة 3 سنوات. وبنفس الهدوء اعترف سفاح المعمورة وكان يقف بجوار المحقق أثناء استخراج الجثمان، وابتسم قائلاً: ده صاحبي قتلته من 3 سنين ودفنته. ولم تنتهي حكاية سفاح المعمورة، فملف القضية على مكتب المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، فيما جدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يوماً. ولم تنتهي التحقيقات، فلا تزال المفاجآت تتكشف.